في الفيديو ده هنتكلم على 4 عناصر جداد في ال HTML واللي يعتبر بنستخدمهم في كتابة الأكواد أو عموما كتابة النصوص التقنية. هنبدأ نشوف مع بعضينا أول مثال وهو عنصر اسمه الكود. طبعا باين من اسمه عنصر الكود بنستخدمه عشان خاطر نكتب جواه أكواد برمجية. هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي بنستخدم عنصر الكود. مثال، لو أنا عايز أكتب باراجراف وأقول مثلا فيه إن لو عايز أضيف هيدنج في HTML بيستخدم عنصر ال H1 مثلا، أجي هنا وأكتب to add a heading in HTML use h1 tag. لو انا مثلا عملت كده وسيفت، هنلاحظ طبعا هنا عشان لسه ما استخدمناش عنصر الكود ال h1 ظهرت كبقيه الباراجراف المكتوبه، مفيش اختلاف. لكن لو انا جيت قبل ال h1 واستخدمت عنصر الكود بالطريقه دي، بنعمل opening tag closing tag واخد الكلوزنج تاج احطها بعد ال h1، هلاقي ان ال h1 الستايل بتاعها اختلف شويه، ان الفونت بتاعها اتغير شويه. طبعا هي هنا مش واضحه قوي لان h1 كلمه صغيره، لكن لو احنا جينا هنا وعملنا انسبكت على ال h1 هنلاقي ان هنا عنصر الكود كافتراضي البراوزر مطبق عليه الستايل ومديله فونت فاميلي وهو المونو سبيس. هنشرح في اخر الفيديو اشمعنى المونو سبيس، بس طبعا دلوقتي انا بس عشان خاطر اوريكم ان هو متطبق عليه يعتبر خط مختلف. حتى هنا دلوقتي اهو هتلاقوا ان ال H1 يعتبر مختلفه عن كلمه تاج. طبعا بعد كده لو احنا عايزين نزود الستايل نقدر نعمل كده طبعا عن طريق ال CSS، وحتى لو احنا محتاجين بعد كده نلغي الفونت فاميلي اللي هو اسمه مونو سبيس اللي البراوزر ادهوله افتراضيا، لان عنصر الكود يعتبر الديفولت ستايل بتاعه او الستايل الافتراضي بتاعه ان هو يكون الفونت فاميلي اسمه مونو سبيس. لو احنا محتاجين نغيره بنقدر نعمله كمان عن طريق ال CSS. طيب لو انا هنا محتاج ازود علامه اكبر من واصغر من قبل اتش 1 علشان خاطر اعرف الشخص اللي قدامي ان هو يستخدم التاج اللي هو مثلا اتش 1، بعمل ايه؟ هل مثلا الصح ان انا اعمل اوبننج تاج وكلوزنج تاج بالطريقه دي؟ طبعا ان انا امسح الكلوزنج تاج، انا بس عايز ادي مثال. هل الطريقه دي هتكون صح؟ لو احنا سيبنا هنشوف ايه اللي هيحصل. هنا طبعا هنلاحظ ان الاتش 1 ما كتبتش ككلمه عاديه، لكن طبقت ستايل الاتش 1 طبعا على الكلمه اللي بعدها وهي كلمه تاج. فلو احنا عايزين نعمل حاجه زي كده، هنا بيجي دور حاجه اسمها HTML Character Entities، واللي يعتبر بالعربي معناها كيانات ال HTML النصيه، واللي يعتبر احنا بنستخدمهم علشان خاطر ما يحصلش تداخل او يحصل كونفليكت ما بين النصوص اللي احنا بنكتبها وعناصر ال HTML. زي ما احنا شفنا احنا هنا لما عملنا علامه اكبر من واصغر من قبل ال H1، سواء الاديتور او البراوزر افتكر ان انا هنا عايز اعمل تاج ال H1 حقيقي، مش بس ان انا اظهر التاج اللي اسمه H1. فهنا علشان خاطر ما اعملش تداخل ما بين علامه اصغر من واكبر من اللي انا عايز اظهرهم في صفحه ال HTML اللي عندي وعلامه اكبر من واصغر من اللي انا بستخدمهم في الكود عندي، بستخدم حاجه اسمها ال HTML Character Entities. بمعنى لو انا قبل ال H1 عايز اعمل علامه اصغر من، باجي هنا مثلا وباخد النيم وبحطها قبل ال H1. وطبعا لو انا عايز اخد علامه الجريتر ذان عشان خاطر اعمل علامه اصغر من H1 وبعد كده اعمل علامه اكبر من، باجي هنا واخد الكلمه دي كوبي اللي هي معناها جريتر ذان اللي اكبر من، وطبعا بحطها جنب ال H1 بالطريقه دي. بالتالي لو انا سيفت ورجعت ليه صفحه HTML عندي هلاقي ال H1 اتكتب بالطريقه دي وكتبت علامه اكبر من واصغر من، وبالتالي البراوزر فهم ان انا هنا محتاج بس اكتب النص اللي علامه اكبر من واصغر من، مش ان انا محتاج اكتب H1 اللي هو يعتبر العنصر نفسه في صفحه ال HTML. طبعا انا برضه هضيف لكم اللينك ده في الديسكربشن بتاع الفيديو عشان خاطر تقدروا تشوفوا الحاجات دي كلها وتقدروا تشوفوا ايه العلامات اللي يفضل ان احنا نستخدمها كنيم، مش بس ان احنا نستخدم العلامات دي عشان ما يعملش تداخل في ال HTML او نكتب كود غلط. ممكن بعد كده البراوزر يفهم ان انا بكتب التاج نفسه وبالتالي بيغير شكل النص اللي احنا عايزين نكتبه، وطبعا بعدها يلخبط الدنيا. طيب احنا كده شرحنا يعتبر عنصر الكود. تاني عنصر هنشرحه النهارده هو عنصر البري، جاي من كلمه بري فورماتد تكست، يعتبر او عنصر منسق مسبقا. ده هنعرف ليه دلوقتي. لو انا مثلا فتحت هنا كلمه بري، ولو انا مثلا عايز اكتب هالو واسيب مسافه واكتب وورلد وسيف، هلاقيه ان هو طبق برضو ستايل المونو سبيس. غير كده هلاقيه احتفظ بالمسافه اللي انا سايبها هنا، ما لزقليش وورلد جنب هالو، عكس العناصر اللي احنا شرحناها قبل كده. يعني مثلا لو انا هنا جيت عملت باراجراف وجوه الباراجراف كتبت هالو وعملت سبيس وكتبت وورلد، ولو انا مثلا حتى لو انا سيفت هلاقي ان الاديتور نفسه عشان انا استخدم بريتير لما باجي اسيف لزق لي الكلمتين ببعض. ليه؟ علشان خاطر جوه العنصر ده ما اقدرش اعمل مسافه زي كده. المسافه زي كده البراوزر بيتجاهلها، ما ينفعش تشتغل بس جوه عنصر البري. يعتبر اللي هو انا بقول للبراوزر العنصر ده هو ده تنسيقه، هو ده الستايل بتاعه، ما تلعبش في حاجه واظهر لي العنصر زي ما انا بكتب بالظبط. بالتالي حتى انا لو انا عملت مسافه كبيره على الاخر بالطريقه دي هلاقي اني لما انا باجي اسيف هلاقي ان بريتير، لو انتم مش عارفين ايه هو بريتير انا عامل فيديو عليه برضه هحط لكم اللينك في الديسكربشن بتاع الفيديو، هلاقي ان بريتير عموما مسح السبيس اللي موجود ما بين كلمه هالو وورلد، لان كده كده حتى لو موجوده في الاديتور البراوزر بيتجاهلها وبرضه بيكتب الكلمتين جنب بعض. فبالتالي بري احنا بنستخدمه لو احنا عندنا تكست عايزين نظهره بطريقه معينه، او مثلا عندنا كود كبير
مثال انا هنا عملت الكود ده كوبي، الكود ده اعتبر كود ال HTML اللي هو بسيط اللي هو احنا كتبناه في اول حصه HTML. انا بس ما عملتش حاجه غير ان انا شلت علامه اكبر من واصغر من، كتبت ال HTML entities اللي انا شرحتها في عنصر الكود عشان خاطر طبعا ما اعملش كونفليكتس او اعمل تداخل ما بين عناصر HTML والجمل اللي انا عايز اظهرها. خدتهم كده هنا مثلا وسيفت. طبعا انا حطيت الكلام هنا كوبي بيست علشان خاطر ما افضلش اكتبهم كلمه كلمه في الفيديو وقت الفيديو يطول. انا خدتهم هنا اهو حطيتهم جوه البري. هنلاحظ ان الستايل اللي انا مطبقه حتى المسافه اللي موجوده ما بين الجمله والثانيه اتحفظت، وبالتالي حافظ الترتيب بتاع الكلام اللي انا بكتبه. فبالتالي يفضل ان انا بستخدم بري لما باجي اكتب كود كبير. طبعا مش بس كود، لو انا برده محتاج اكتب جمله معينه تظهر بطريقه معينه بتحافظ على المسافات اللي جواها، بقدر استخدم عنصر البري واكتب الجمل اللي جواها. طبعا زي ما انتم شايفين اتطبق كمان عليه خط المونوسبيس. الخط اختلف ما بين اللي جوه الباراجراف هنا وعنصر بري اللي هو هنا. حتى لو انا عملت هنا انسبكت وجيت هنا بصيت هلاقي عنصر البري متطبق عليه ستايل الفونت فاميلي مونوسبيس. طبعا نمسح الجمله دي مش محتاجينها تاني. تالت عنصر هنشرحه هو عنصر اسمه الكي بي دي، ويعتبر هو جاي من كلمه كيبورد، وده يعتبر بنستخدمه عشان خاطر لو احنا عايزين نكتب الانبوتس او عموما المدخلات اللي بنكتبها عن طريق الكيبورد. مثال انا هنا عايز اقول لك مثلا لو انت عايز تعمل ريفرش الصفحه تدوس F5، ممكن اجي هنا واعمل باراجراف عادي واكتب مثلا تو ريفرش ذا بيج بريس، وهنا افتح عنصر الكي بي دي عشان خاطر جوايا هكتب اللي انا المفروض ادوس عليه في الكيبورد، واجي هنا مثلا اكتب F5 بالطريقه دي، وبالتالي هيظهر بالطريقه دي. هيبان ان الاف 5 مكتوبه بخط تاني يعتبر هو خط المونوسبيس، وبالتالي كده اليوزر قدر يفرق بين الجمله العاديه والاف 5 اللي هو في الحاله دي هو فهم ان المفروض يدوس على اف 5. طبعا بعد كده لو انا محتاج ازود مثلا ستايل معين عشان اخليها تبقى شبه الزرار بتاع الكيبورد عشان اليوزر يفهم اكتر ان الاف 5 هي زرار على الكيبورد، بقدر اعمله برضه عن طريق السي اس اس. لكن ده طبعا بيعتبر الستايل الافتراضي اللي بيطبقه البراوزر على عنصر الكي بي دي. اخر عنصر حابب اشرحه في الفيديو ده هو عنصر اسمه السامب. عنصر السم زي ما هنا استخدمنا عنصر الكي بي دي علشان خاطر نعمل الانبوتس اللي احنا بندخلها او المدخلات، عنصر السم بنستخدمه علشان نعرض مثلا الرسائل الناتجه على تشغيل الاكواد او استجابات البراوزر او الكمبيوتر عامه. مثال انا هنا مثلا عايز اكتب باراجراف اقول مثلا ان انت لو كتبت صفحه مش موجوده في ال HTML هيجيب لك رساله مثلا 404. طبعا ده الايرور المشهور اللي هو يعتبر page not found. لو انا مثلا كتبت هنا في الباراجراف if you try to open another page you will find. طبعا انا بعد الفايند عايز اكتب يعتبر الرساله او الايرور اللي هيظهر له لما اليوزر يحاول يخش على صفحه مختلفه عن صفحه الاندكس دوت اتش تي ام ال. هنا بقدر استخدم عنصر السامب بالطريقه دي ان انا بكتب سامب كده وبكتب جوه السامب الايرور اللي هو يظهر له. مثال بسيط 404 page not found وسيف. هنلاقي طبعا ان الباراجراف اتكتب بطريقه معينه، والسامب اللي هو يعتبر من اول 404 اتكتب برضو بخط المونوسبيس. ودلوقتي احنا خلاص يعتبر شرحنا كل العناصر اللي احنا شرحها في الدرس ده. دلوقتي اقول لكم اشمعنى خط المونوسبيس عموما اللي بيظهر بيه الاكواد. اولا عشان خاطر عنصر المونوسبيس لو احنا ركزنا هنلاقي ان كل حروفه سواء حروف او ارقام او علامات كلهم عندهم نفس العرض، على عكس الخطوط الثانيه اللي ابعاد الحروف بتاعتها بتختلف على حسب شكلها. وبالتالي المونوسبيس بيخليها دايما واضحه، وبيخلي كمان السبيسز ما بين الحروف باينه. ده يعتبر بيخلينا ان احنا نكون متاكدين ان الكود باين وواضح 100% عشان ما حدش طبعا يتلخبط. ده طبعا بتكون لان الاكواد بتكون حساسه ولازم طبعا تكون واضحه 100%، وحتى لو في مسافه ما بين كلمه والثانيه تكون واضحه 100% علشان خاطر مثلا لو حد بياخدها كوبي بيست او حد بيكتب ورانا ايه الكود ما يتلخبطش ويكون شايف ان هناك مثلا في سبيس ولا حاجه زي كده، عشان خاطر لو السبيس ده مثلا هو ما كتبوش ممكن تخلي الكود بتاعه ما يشتغلش. وبالتالي يفضل دايما استخدام المونوسبيس مع الاكواد عشان خاطر تكون كل حاجه واضحه. وبكده يبقى احنا خلصنا شرح فيديو النهارده، واستنوا في فيديو كمان مع بعضينا عناصر البادي. شكرا.